السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم. يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر عبد الرحمن. النهارده إن شاء الله هنكمل شرح المنهج، هنبدأ الدرس الثاني. ولو ما اتفرجتش على الدرس الأول روح شوفه واتفرج على الكورس التأسيسي وتعالى معانا، يلا بينا. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن حاجة اسمها تغير الحالة الفيزيائية للمادة، واحنا اتفقنا من قبل ما نتكلم إن المادة ليها 3 حالات، وخدنا الحالة الرابعة اللي هي البلازما، يبقى كده المادة ليها 4 حالات. أول حالة يا مستر عندنا هي الحالة الصلبة، وبعد كده عندنا حالة سائلة، وبعد كده عندنا حالة غازية. يبقى حالة صلبة وسائلة وغازية وبلازما. هل يا مستر ينفع نغير ما بين الحالات دي؟ طبعا، وخدنا عنها نبذة في سنة 5. يلا بينا. يا مستر احنا هنعمل تجربة بسيطة كده، هنجيب مصدر حرارة وهنجيب قطعة تلج وهنسيبها على النار وهنحط الترمومتر. أول ما نحط قطعة تلج على النار هتبتدي قطعة التلج تكتسب طاقة اسمها طاقة حرارية، اللي هي تتسخن يعني، وتبتدي يا مستر يحصل ان جسيمات الحاله الصلبه بدل ما كانت بتهتز في موضعها، لا، جسيمات الحاله الصلبه هتعمل ايه؟ هتبتدي حركتها تزيد، سرعتها تزيد، فهتتحول لميه. ولو فضلت مسخن الميه دي برضو هتكتسب طاقه حراريه، سرعتها هتزيد، وبعد كده هتبتدي تتحول لغاز، وهيحصل عمليه اسمها عمليه التبخر، وخدناها كتير قبل كده. طيب نيجي يا مستر بعد كده، بعد ما سجلنا درجات الحرارة كلها في الترمومتر، نرسم رسم بياني ما بين درجة الحرارة والزمن. هنلاقي ان كل ما الزمن اهو بيزيد درجة الحرارة عندنا بتزيد لغاية ما تبقى ثابتة. يا مستر الصلب مثلا لو درجة الانصهار بتاعت المية 0، الصلب هيبدأ من عند -40 مثلا، هيبتدي يتسخن يتسخن يتسخن، وبعد كده يبتدي يا مستر الثلج يبتدي يدوب عند درجة الانصهار اللي هي 0، اللي هي 0 سيليزيوس أو 0 درجة حرارة. بعد ما يبتدي يدوب هتبتدي درجة الحرارة تثبت. ليه؟ لأن الثلج ده هيكتسب طاقة حرارية، الطاقة الحرارية دي هتساعده إن هو يزود حركة الجسيمات ويضعف قوة الترابط اللي بين المادة الصلبة، وبعد كده يبتدي السائل يسخن 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 لغاية ما الثلج كله يبقى سائل. وبعد كده السائل هياخد درجة حرارة، درجة الحرارة تبقى ثابتة، هتبتدي درجة الحرارة تضعف قوة الترابط اللي ما بين السائل لغاية ما السائل يوصل لدرجة الغليان ويبتدي يتحول لإيه؟ لغاز. طيب يبقى عند اكتساب الثلج حرارة زي ما قلنا، يبقى الثلج هيكتسب كمية من الطاقة الحرارية، تحصل إيه؟ قال لي درجة حرارته هتزيد، ده الطبيعي، تدريجيا حتى تصل إلى درجة أو نقطة الانصهار، والتي تساوي نقطة انصهار الثلج 0. خلاص؟ يبقى نقطة انصهار الثلج 0 عند الضغط الجوي المعتاد. طب عند درجة الانصهار الثلج ده هيبدأ في التحول لمية، يبقى عند درجة الانصهار الثلج بيبتدي يتحول لمية، يبقى كل ده الثلج عمال يكتسب طاقة عشان يضعف الروابط، وتظل درجة الحرارة ثابتة حتى تمام الانصهار لغاية ما الثلج ينصهر خالص يبقى مية. طب ايه كمان؟ قال لو كملنا تسخين يحصل ايه؟ المية هتكتسب طاقة حرارية وتبتدي درجة الحرارة بتاعتها ترتفع تدريجيا حتى يصل إلى درجة الغليان، يبقى درجة انصهار الثلج 0 ودرجة غليان المية زي ما احنا عارفينها 100. تمام. أول ما يوصل عند 100 عند نفس الضغط الجوي، وهنعرف يعني إيه الضغط الجوي، تظل درجة الحرارة ثابتة حتى ما المية كلها تتبخر. يبقى عند اكتساب المادة في أحد حالاتها طاقة حرارية، إيه اللي بيحصل؟ طاقة حركة الجسيمات بتزيد. زي ما اتفقنا في الدرس اللي فات ان طاقة الحركة بتاعة الجسيمات في كل نوع من المادة او كل حالة من المادة بتختلف. يعني مثلا في المادة الصلبة الجسيمات بتهتز في موضعها، في السائلة بتتحرك اسرع سرعة نسبية، طب في الغازية لا، بتتحرك اسرع جدا. طب يا مستر يبقى لما المادة بتكتسب طاقة حرارية، يعني ايه تكتسب؟ يعني تتسخن، تاخد طاقة حرارية. لما المادة تكتسب طاقة حرارية في احدى حالاتها تزداد طاقة حركة الجسيمات وترتفع درجة الحرارة. يبقى لما المادة بتكتسب بتزداد طاقة الحركة وبترتفع درجة الحرارة. طب لما تفقد، يعني ايه تفقد؟ يعني تتبرد. وعند فقد المادة في أحد حالاتها طاقة حرارية، لما المادة تفقد طاقة حرارية بتقل طاقة حركة الجسيمات، لذا تنخفض درجة الحرارة. يبقى تنخفض درجة الحرارة لما المادة تفقد حرارة. طب بتكتسب حرارة امتى؟ لما التلج يسيح. يعني ايه يسيح يا مستر؟ يعني ينصهر. يبقى التلج ينصهر يكتسب حرارة.
والميه تغلي يكتسب برضه حراره. درجه الحراره بتاعت الماده بتظل ثابته، وبتبتدي الطاقه الحراريه دي تعمل على اضعاف قوه التجاذب، بتضعف قوه التجاذب اللي بين الجسيمات. عشان كده تتحول الماده من حاله الى اخرى. نبدا اول حاجه بالانصهار. ايه هو الانصهار؟ الانصهار هو تحول الماده من الحاله السائله من الحاله الصلبه الى الحاله السائله. يبقى الانصهار هو تحول الماده من الحاله الصلبه الى الحاله السائله. يعني انصهار يعني ان الثلج يسيح يعني بيه. طيب ايه هي بقى درجه الانصهار؟ هي درجه الحراره التي يبدا عندها البدايه عندها. يبقى درجه الانصهار غير الانصهار. الانصهار هو ان الماده الصلبه تبقى سائله. طب درجه الانصهار هو ان الحراره التي يبدا عندها تحول، اللي هي بتبدا لسه الثلج يبتدي ينصهر الماده من الحاله الصلبه الى الحاله السائله اللي هي صفر. يبقى عند الصفر يا مستر تحط يعني عند الصفر بيحصل ايه؟ درجه الحراره او الثلج بيبتدي لسه يتحول الى ميه، يعني بيبقى لسه في ثلج. يبقى عند درجه صفر بيبتدي ان الثلج يسيح او ينصهر. الحراره بتفضل ثابته خلال عمليه الانصهار باكملها. ليه؟ لان الطاقه الحراريه المكتسبه تستخدم في ايه؟ في اضعاف قوه التجاذب. تستخدم في اضعاف قوه التجاذب بين الجزيئات الماده الصلبه عشان تتحول الى سائل. درجه الحراره ثابته خلال عمليه الغليان برضو، لان الطاقه المكتسبه تستخدم في التغلب على قوه التجاذب بين جزيئات السائل لتحويلها الى غاز. تمام كده؟ يبقى ليه درجة الحرارة تظل ثابتة في الانصهار؟ لأن كل ما التلج عمال يضعف عملية الإيه؟ الانصهار، أو يضعف قوة التجاذب. نفس الكلام في الغليان، عمال برضه يضعف قوة التجاذب. طيب عندما تكتسب المادة طاقة حرارية وعندما تفقد طاقة حرارية، إيه اللي بيحصل؟ لما بتكتسب طاقة حرارية سرعة الجسيمات بتزيد، يبقى كل ما زود طاقة حرارية سرعة الجسيمات تزيد، وده بيؤدي الى ارتفاع درجه الحراره. ولما بفقد سرعه الجسيمات بتقل، زي ما الميه تتحول لتلج. احنا اتفقنا ان الميه عشان تتحول لتلج بتبقى الميه جسيماتها سريعه نسبيا. لما تيجي تتحول لتلج يحصل ايه؟ يحصل يا مستر ان الجسيمات دي حركتها تقل وتبتدي تقرب من بعضها، قوه التجاذب تزيد وترجع صلبه. تمام كده؟ يبقى عند فقد طاقه حراريه تقل الطاقه الحركيه لجزيئاتها ويؤدي الى انخفاض درجه الحراره. ايه يا مستر العوامل اللي ممكن تاثر لي على درجه الانصهار ودرجه الغليان؟ ايه هي درجه الانصهار؟ هي الدرجه التي يبدا عندها او درجه الحراره التي يبدا عندها تحول الصلب الى سائل. طب والغليان برضه هي الدرجه اللي لسه بيبدا عندها السائل يبقى غاز. طيب كل ماده لها درجه انصهار وغليان ثابته، لا يمكن ماده تتشابه مع ماده. زي ما خدنا في سنه 5 ان الزئبق 357 دي درجه غليان، الميه درجه غليانها 100 وفي حاجات اقل. انما درجه الانصهار والغليان الاثنين ثابتين، كل ماده هي صفه مميزه لكل ماده. الميه لا يمكن حد تاني يبقى واخد 100 او الغليان بتاعته 100، كل ماده ليها درجه انصهار ودرجه غليان مختلفه. طيب عند الضغط الجوي طبعا المعتاد، طب بيتاثروا بايه؟ قال لي والله يا مستر بيتاثروا بالضغط الجوي وبيتاثروا بدرجه نقاء الماده. طب ما تيجي نعرف ايه هو الضغط الجوي؟ الضغط الجوي يا مستر هو ضغط عمود الهواء. الهواء بيعمل ضغط على الارض بنسميه الضغط الجوي. الضغط الجوي ده بيؤثر في درجتي انصهار وغليان المواد زي الميه. واحنا ليه بنشرح الميه كتير؟ لان هي اقرب مثال لينا واقرب حاجه احنا عارفينها، وجسمنا بيتكون من معظمه ميه. طيب ايه اللي يحصل لما ازود الضغط الجوي؟ كلما زاد الضغط الجوي المؤثر على الماء ادى ذلك الى ارتفاع درجه الغليان وانخفاض درجه التجمد. يبقى كل ما الضغط الجوي يزيد ترتفع درجه الغليان. يبقى درجه الغليان بتزيد امتى؟ لما الضغط الجوي يزيد. طيب ودرجه تجمده بيحصل لها ايه؟ بتقل عن صفر. خلاص كده؟ طيب ايه اللي هيحصل لو انخفض الضغط الجوي؟ هو يعني ايه ارتفع يعني انخفض؟ والله يا مستر كل ما انزل عن سطح البحر يحصل ضغط جوي زياده. عشان كده ما ينفعش الغواصين ينزلوا يغوصوا من غير بدل الغطس. ليه؟ لان الضغط الجوي بيزيد، وما ينفعش غواص يطلع مره واحده من الميه.
ليه؟ لان السوائل اللي جواه او الغازات اللي جواه بيحصل عليها ضغط، فما ينفعش يطلع مره واحده. عشان كده بنسمع ان الانسان اخره عمق معين ما يقدرش ينزل بعده. طيب الانسان لو نزل بعده الضغط هيزيد قوي عليه وهيحصل له حاجات مش مرغوبه يعني. نيجي بعد كده انخفاض الضغط الجوي. ايه اللي هيحصل لما انخفض الضغط الجوي؟ انخفاض الضغط الجوي كل ما بطلع لفوق، يعني طلعت على جبل، ايه اللي يحصل؟ كل ما ينخفض الضغط الجوي ده كما في المناطق الجبليه المرتفعه يؤدي الى انخفاض درجه الغليان، وتنخفض درجه الحراره بمقدار 1 سيليزيوس لكل 300 متر. كل ما بطلع 300 متر تقل درجه الغليان درجه. كل ما بطلع 300 متر تقل درجه الغليان درجه. الجدول المقابل يوضح بعض قيم غليان الميه عند ارتفاعات مختلفه. تعال نبص. عند ارتفاع 0 عن سطح البحر احنا كده ما طلعناش عن حاجه. الضغط الجوي المعتاد بتاعنا درجه الغليان بتاعت الميه 100. حلو. طب لما اطلع لفوق 1800 متر الضغط الجوي يقل. لما الضغط الجوي يقل درجه الغليان يحصل لها ايه؟ تقل هي كمان. يبقى لما الضغط الجوي يقل درجه الغليان تقل. بص هنا كانت 100 بقت 94. طب انا احسبها ازاي يا مستر؟ مش احنا اتفقنا ان كل 300 متر درجه الغليان بتقل واحد بس، درجه واحده؟ طب يا مستر سهله. نشوف ال 1800 دول فيهم كام 300 متر؟ ال 1800 متر دول فيهم كام 300 متر؟ نقسم 1800 على ال 300 هيدينا الدرجه اللي هتقل بالظبط. الدرجه اللي قلت هنا كانت كام؟ كانت 6. طب لو طلعت ل 3000 متر اقسم برضه ال 3000 على ال 300 هلاقي ان هي 10 وهتقل درجه الحراره 10 درجه قصدي الغليان. يبقى الميه على ارتفاع 3000 متر بتغلي عند 90، وعند سطح البحر بتغلي عند 100. طيب عند 4800 متر بتغلي الميه عند 84 سيليزيوس. يبقى عند 84 درجه الميه بتبتدي تغلي على ارتفاع كام؟ 4800 متر. زود في الارتفاعات. انا سهله، انا باخد الارتفاع بقسمه على 300 اشوف طلع قد ايه. اللي طلع ده بطرحه من درجه غليان الميه اللي هي كام؟ جدع 100. يبقى درجه غليان الميه نطرح منها الرقم اللي هيطلع لما اقسم ده على 300 هيديني درجه غليان الميه عند الارتفاع ده قد ايه. خلاص؟ يبقى كل ما بطلع لفوق الضغط الجوي يقل درجه غليان الميه تقل. كل ما بنزل لتحت الضغط الجوي يزيد درجه غليان الميه تزيد. الله ينور عليك. نكمل. نيجي يا مستر ليه حله الضغط او القدر الكاتم. القدر الكاتم او حله الضغط هي حله بيبقى فيها او بتحبس السوائل او بخار الميه جواها وبتسرع زمن الطهي. يبقى هي بتقلل يا مستر من زمن الطهي. خلاص؟ بتخلي الطهي اسرع يعني. طيب ايه كمان؟ ده بيساعد على توفير الوقود، بيوفر لنا الغاز. بتعمل ايه؟ قال لي بتعمل احتباس بخار الميه جواه اثناء عمليه الطهي. يبقى اثناء عمليه الطهي بنحبس بخار الميه جواها. طب ايه كمان؟ قال لي ده بيؤدي لزياده الضغط داخلها. انا كده عمال ازود الضغط ونتيجه لذلك يغلي الميه عند درجه غليان اعلى من الدرجه التي يغلي عندها في القدر المعتاد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا مستر حله الضغط دي او القدر الكاتم ده حله بتعمل ايه؟ قال لي محكمه الغلق، بتحبس بخار الميه جواها. حلو جميل، بتحبس بخار الميه جواها. طيب يا مستر ايه اللي بيحصل لما بحبس بخار الميه جوه؟ انا كده بزود الضغط. لما بزود الضغط برفع درجه الغليان. طب ده هيفيدني في ايه؟ ان الميه مش هتتبخر بسرعه. لو بصيت على ماما وهي بتطبخ هتلاقيها وهي بتعمل رز مثلا هتلاقيها كل شويه تزود ميه. ليه؟ لان الميه عماله تتبخر فهي هتروح حاطه ميه كمان الميه تتبخر. انما في القدر ده انا بزود الضغط فبقلل او بزود قصدي درجه الغليان. فلما ازود درجه الغليان الميه تغلي عند درجه غليان اعلى من 100 فحافظ على الميه اكبر فتره فالطعام يستوي ايه؟ بسرعه. وده نظريه القدر الكاتم او حله الضغط. يبقى احتباس بخار الميه داخل القدر الكاتم ده بيعمل ايه؟ بيزود الضغط. طب لما ازود الضغط ايه اللي بيحصل؟ الميه بتغلي عند درجه غليان اعلى من الدرجه المعتاده في القدر العادي اللي هو الحله العاديه. طيب ده بيساعد على تقليل زمن الطهي ويساعد على توفير الوقود. بس خلي بالك
ما اقدرش احبس الضغط كتير او ما اقدرش احبس بخار الميه كتير، لان كده انا عمال اضغط على الغاز والغاز عمال يزيد فانا عمال اضغط عليه. نيجي بعد كده لدرجه نقاء الماده. يبقى احنا قلنا اللي بيأثر في درجه الغليان والانصهار هم الضغط الجوي ودرجه نقاء الماده، الضغط الجوي ودرجه نقاء الماده. طيب نيجي كده نبص على درجه نقاء الماده. هل يا مستر نقاء الماده بيأثر في الانصهار والغليان؟ طبعا. لما بتروح تجيب من الراجل اللبن مثلا بيغلي عند ربع ساعه مثلا، لقيت اللبن درجه غليانه زادت، يبقى اللبن ده مليان شوائب، سواء بقى ميه او الراجل ضايف له حاجه او هكذا. لان كل سائل ليه درجه غليان معينه مميزه ليه هو بس، مش موجوده عند حد تاني. طب تعالى كده يا مستر، هل الشوائب بتاثر على قوه التجاذب بين جسيمات الماده؟ طبعا، وده بيؤدي الى تغيير كميه الطاقه اللازمه لتغيير حالتها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عايز مثلا احول تلج لميه، والتلج ده فيه شوائب ايا كانت هي ايه الشوائب، هل ده هيزود؟ طبعا، هحتاج طاقه اكبر عشان احول التلج ده لميه. وبالتالي كل درجتي الانصهار والغليان للماده بيحصل لها ايه؟ بترتفع. لو في شوائب درجه الغليان يحصل لها ايه؟ ترتفع، والانصهار كمان. ويتوقف ارتفاع درجه الغليان وانخفاضه على تركيز الشوائب. بيتم التحقق من مدى نقاء المواد بمقارنه درجه انصهارها او غليانها بالقيم الثابته في الحاله النقيه. يبقى انا دلوقتي زي ما قلنا عرفت ان درجه غليان الميه 100، خلاص جميل. جيت اغلي الميه لقيت الميه خدت مثلا خدت درجه حراره اكتر، 101 غلت عند 101 102 105 110، يبقى كده الميه دي فيها ايه؟ فيها شوائب، ما ينفعش. يبقى يا مستر احنا قلنا ان هتحقق ازاي من نقاء الماده؟ والله الميه درجه غليانها 100 غلت عند اكتر، يبقى الماده دي فيها شوائب، يبقى الميه دي فيها شوائب على طول من غير كلام، من غير ما نتكلم. طيب اضافه الشوائب بتعمل ايه؟ قال لي والله بترفع درجه غليان المحلول، وكمان بتقلل درجه تجمد المحلول. يبقى درجه الغليان والتجمد، الغليان بيزيد والتجمد بيقل. يعني الميه مثلا بتتجمد عند صفر او تحت الصفر، التجمد بتاعها لو انا حاطط فيها شوائب بيبقى تحت الصفر، اكتر من تحت الصفر كمان. ليه؟ لان درجه التجمد بتقل اما درجه الغليان بتزيد. تعال بقى نشوف تحولات الماده عمليات انعكاسيه. ازاي يا مستر؟ قال لي والله لاحظنا قبل كده ان في قطرات ميه بتتكون على سطح ازاز بارد، او قطرات الندى على اوراق النبات. لاحظت ايضا ان الميه في مبرد الثلاجه بتفقد طاقه فبتتجمد. دي كلها اسمها عمليات انعكاسيه. طب ايه هي العمليات الانعكاسيه اللي عندي؟ انا عندي بيحصل للميه 4 عمليات: انصهار، تبخر، تكثف، تجمد. الاربعه يا مستر كل اتنين عكس بعض، يعني الانصهار والتجمد عكس بعض، التبخر والتكثف عكس بعض، اسمهم عمليات انعكاسيه، اسمهم عمليات انعكاسيه. صح بقى معايا وركز. نيجي للتكثف. اول حاجه ان احنا بنلاقي قطرات ندى على ورق النبات، وده بسبب عمليه اسمها عمليه التكثف، خدناها السنه اللي فاتت في دوره الميه. وقلنا دوره الميه يعني ايه تكثف؟ يعني البخار الميه بيرجع ميه تاني، بيتجمد بيرجع ميه تاني، يعني بتقل درجه حرارته، يعني بيفقد حراره. اول حاجه ليه بيتكون قطرات ندى على اوراق النبات؟ بسبب تكثف بخار الماء عندما يفقد طاقه حراريه. يفقد طاقه حراريه ليه؟ لانه لمس سطح بارد ويتحول لقطرات سائله. زي يا مستر البلاد اللي ما عندهاش انهار، ما عندهاش مياه عذبه، بتعمل ايه؟ بتيجي على مياه البحر وتبتدي تعمل جهاز تحليه مياه البحر اللي خدناه برضو السنه اللي فاتت. جهاز تحليه مياه البحر ده بيتم ازاي؟ ان الميه اللي بملح دي تتسخن جامد لغايه ما الميه تغلي، وكده كده الملح بيترسب ما بيغليش او ما بيذوبش. ايه اللي بيحصل؟ قال لي والله الميه اللي اتبخرت دي بيستقبلوها هم على لوح ازاز، لما البخار ده بيخبط في الازاز بيرجع ميه تاني بسبب عمليه اسمها عمليه التكثف، ويبتدي بتتصب في كوبايات بره. فكده عملنا ميه عذبه من ميه مالحه. اي نعم هي ما بتبقاش عذبه قوي بس تقضي الغرض يعني. يبقى تكثف بخار الميه ليه بيتكثف؟ قال لي لانه بيفقد طاقه حراريه. ليه؟ قال لي بسبب ملامسته لسطح بارد ويتحول لقطرات سائله. يبقى ده تفسير قطرات الندى،
ان قطرات الندى دي كانت بخار، لمست سطح بارد اتكثفت يعني فقدت حراره. طب التجمد يا مستر بيحصل برضه بسبب فقد طاقه حراريه، ان الميه تتجمد. بس خد بالك، انصهار الايس كريم بينصهر الايس كريم لما بتركه لفتره بره الثلاجه. كمان غليان الميه بيغلي عند وضعه على النار. طب الانصهار، قال لي والله الانصهار يا مستر بيحصل بسبب اكتساب الماده الصلبه كميه من الطاقه الحراريه، سواء بالتسخين او بيكتسب من الهواء. زي انا طلعت تلج حطيته على الترابيزه عندنا، التلج هيسيح. ليه يا مستر ما بسخنوش؟ التلج بيكتسب طاقه من الهواء او من حراره الغرفه اللي موجوده حواليه، فبينصهر، فتتحول الماده الصلبه الى ماده ايه؟ او الى حاله سائله. التبخر، وده بيحصل في عمليه الغليان. الماده السائله بتكتسب طاقه او بتكتسب كميه من الطاقه الحراريه بالتسخين وتتحول الى حاله غازيه. مما سبق نلاحظ تحولات الماده من حاله لاخرى هي تحولات انعكاسيه. الانصهار والتجمد عكس بعض، الانصهار من صلبه لسائله، التجمد العكس من سائله لصلبه. طب التبخر من سائله لغازيه، التكثف من غازيه لسائل، وهكذا. نيجي نشوف التكثف هو تحول الماده من الحاله الغازيه الى الحاله السائله، والتجمد من سائله لصلبه. اسمهم عمليات ايه يا مستر؟ اسمهم عمليات انعكاسيه. اسمهم عمليات ايه؟ انعكاسيه. تمام. تحول الماده من حاله لاخرى هو تغير فيزيائي، لا يصاحبه تغير في تركيب جزيئاتها او تكون مواد جديده. فمثلا جزيئات الميه، احنا عارفين من السنه اللي فاتت ان الميه H2O. الميه دي يا مستر لما بتتحول لبخار بيبقى رمزها ايه؟ H2O. ليه؟ لان ده تغير فيزيائي مش كيميائي، ما بيحصلش اي تغير في التركيب. الميه اللي خرجت هي ميه بس في حاله غازيه، والتلج هو ميه بس في حاله صلبه، وطبعا الميه هي ميه بس في حاله سائله. طيب مثلا جزيئات الميه لا تتفكك الى جزيئات الهيدروجين والاكسجين عند تحولها من حاله الى اخرى. احنا اتفقنا ان هي بتتفكك في سنه اولى لما قلنا فولتمتر هوفمان، اللي هو بيفكك الميه، بس ده تحليل كهربي، ده كيميائي مالناش دعوه بيه. انما اللي انا بتكلم عليه هنا ده اسمه تغير فيزيائي. اسمه ايه؟ تغير فيزيائي. طيب التغيرات الكيميائيه بقى بيحدث تغير في تركيب الماده، وادي يا مستر تحول الماده. لو من صلب لسائل اسمها عمليه انصهار، من سائل لصلب تجمد. طيب من سائل لغاز تبخر، من غاز لسائل تكثف. طب هو ينفع يا مستر نحول من صلبه لغازيه على طول؟ ازاي؟ قال لي في عمليه اسمها عمليه التسامي. اسمها عمليه الايه؟ التسامي، ان انا احول الحاجه من صلبه لغازيه على طول. طب لو عايز احول لغازيه لصلبه على طول ينفع؟ طبعا. في عمليه اسمها عمليه التساقط. طيب فقدان جزيئات بخار الميه في الهواء للطاقه الحراريه، ده بيحصل ايه او ماذا يحدث لما جزيئات بخار الميه دي تفقد طاقه؟ قال لي بيحصل لها عمليه اسمها عمليه جدعه التكثف. عمليه اسمها عمليه ايه؟ التكثف في صوره ضباب او ندى او سحب. التسامي هي تحول الماده الصلبه الى غازيه دون المرور لماده سائله. يا مستر ازاي؟ ده احنا عندنا من الصلبه عشان احول من تلج لغاز لازم احول من تلج لميه ومن ميه لغاز. طب هو ينفع احول من صلبه لغازيه على طول؟ دون المرور بالحاله السائله. زي التلج الجاف، والتلج الجاف ده هو ثاني اكسيد الكربون متجمد. طب التساقط العكس، هو تحول الغازيه لصلبه دون المرور بالسائل، وده بيحصل اسمه تكون الصقيع. اسمه تكون الصقيع. الغليان هو ايه؟ هو تحول السائل الى بخار عند درجه حراره معينه، زي مثلا الميه 100. تسمى درجه الغليان حيث تنكسر الروابط بين جزيئات السائل جميعها. طب التبخر هو تحول السائل الى بخار برضه عند درجه حراره اقل من غليان. يعني السائل بيتحول لبخار قبل ما يغلي. خلاص ده التبخر. انما الغليان هو ان السائل كله يحصل له يتحول لبخار عند درجه حراره معينه. زي لما اسيب الملابس المبلله معرضه للهواء وللشمس، ايه اللي بيحصل؟ قال لي بيتجف. ليه؟ من غير ما تغلي. ليه؟ لان بيحصل حاجه اسمها
تبخر لجزيئات سطح الماء من غير ما يتكون هواء او فقاعات هوائيه. ايه اللي بيحصل؟ يعني ما بيحصلش غليان، بيحصل تبخر على طول. طب ايه اللي بيحصل؟ قال الجزيئات دي بتكتسب طاقه حراريه من الوسط المحيط اللي هو الشمس اللي انا سايبها فيه، وبعد كده قوى الجذب بتتحرر او بتقل، فبيحصل ايه؟ فبيحصل جذب جزيئات الماء الاخرى فتنطلق الى الهواء وتتحول الى الحاله الغازيه. يبقى لما احط الملابس تنشف بيحصل ايه؟ الملابس المبلوله دي بيحصل لها ايه يا مستر؟ بيحصل لها عمليه تبخر من غير ما تغلي، اكيد الملابس مش هتغلي. طب ايه اللي بيحصل؟ ان جزيئات الميه بتكتسب طاقه من الوسط اللي حواليها اللي هو الهواء يعني او الشارع او الشمس اللي هي الحراره اللي بتجي لنا من الشمس، ويحصل ايه؟ تبتدي جزيئات الميه دي تتبخر تتحول لغاز من غير ما تغلي. يبقى التبخر هو تحول الماده الى الحاله الغازيه في درجه اقل من الغليان. او الغليان هو تحول السائل الى بخار عند درجه حراره معينه وتنكسر الروابط بين جزيئات السائل كلها. طيب نيجي بقى للعوامل المؤثره على تبخر السوائل. ايه اللي بيأثر على تبخر السوائل؟ اول حاجه بتأثر وهي زياده درجه الحراره، ان انا ازود درجه الحراره. لما بزود درجه الحراره فانا برفع طاقه الحركه بتاعت الجزيئات، وبالتالي عدد جزيئات التي تمتلك القدر الكافي من الطاقه. طيب يبقى اول حاجه بتأثر في معدل التبخر هي زياده درجه الحراره، هي زياده درجه الحراره. لما بزود درجه الحراره ايه اللي بيحصل؟ بزود الحركه بتاعت الجسيمات. يعني لو ماده صلبه بتهتز في موضعها بتتحرك يا مستر اسرع، بتتحرك اسرع. حلو، بتتحرك اسرع ليه؟ نتيجه اكتساب طاقه لازمه لذلك. طب ايه كمان بيأثر على معدل التبخر؟ ان انا ازود مساحه السطح. يعني بدل ما احط طبق صغير على النار لا احط طبق كبير، ده بيأثر في معدل التبخر. ازاي؟ قال لان انا بزود مساحه السطح المعرضه للهواء، وده بيؤدي لزياده عدد الجزيئات التي يمكنها اكتساب طاقه حراريه. يبقى انا لما بزود مساحه السطح انا بزود عدد الجسيمات بتاعه الميه، فده بيؤدي ان الجسيمات اللي هتكتسب طاقه حراريه بتبقى كتير وبتتحرر من السائل. طب ايه تاني بيأثر على نسبه التبخر؟ قال زياده نسبه الرطوبه. زياده نسبه الرطوبه اللي هو ايه هي الرطوبه؟ هي بخار الماء الموجوده في الهواء، دي بتؤدي الى تقليل معدل التبخر. يبقى لما يزيد بخار الماء اللي في الهواء بيقلل معدل التبخر. يبقى يا مستر درجه الحراره، زياده درجه الحراره بتزود التبخر، زياده مساحه السطح بيزود التبخر. طب زياده نسبه الرطوبه، يعني ايه الرطوبه؟ يعني ان انا ازود بخار الماء الموجود في الهواء، ده بيعمل ايه؟ بيقلل التبخر. واخر حاجه زياده التيارات الهوائيه، ان انا ازود التيارات الهوائيه فده يزود التبخر. ازاي؟ لما بزود التيارات الهوائيه التبخر يحصل له ايه؟ معدل التبخر يزيد. يبقى انا كده خدت 4 حاجات، 3 بيزودوا معدل التبخر وواحده بتقلل. اللي بتقلل هي نسبه الرطوبه، اللي بيزود هي زياده درجه الحراره، زياده مساحه السطح، وزياده سرعه التيارات الهوائيه. يبقى درجه الحراره ومساحه السطح والتيارات الهوائيه دول يا مستر اسمهم بيزودوا او بيأثروا في معدل التبخر، بيزودوه يعني. طب نسبه الرطوبه لما ازود بخار الميه في الجو ده بيقلل التبخر. طيب احنا خدنا يا مستر 3 متغيرات قبل كده، خدناهم السنه اللي فاتت، وهم المتغير الضابط والمستقل والتابع. ايه هو المتغير الضابط؟ ده متغير بيفضل ثابت اثناء التجربه ما بيتغيرش. طب والمستقل، المستقل ده بيتغير كل شويه اثناء التجربه. طب والتابع، اول ما المستقل يتغير التابع ده يتغير. يبقى التابع هو بيتغير بتغير المستقل. يبقى الضابط ثابت، المستقل بيتغير اثناء التجربه، والتابع لما بغير المستقل التابع يتغير على طول، عشان كده اسمه تابع. نيجي لجفاف الملابس المبلله في النهار مع سطوع الشمس اسرع من الليل. الملابس المبلله لما بنشرها في الشمس بتنشف اسرع من الليل، وده الطبيعي. ليه؟ قال لي بسبب زياده معدل التبخر، والذي يحدث عند ارتفاع درجه الحراره، واحنا قلنا ان ارتفاع درجه الحراره بيزود معدل التبخر. طيب ليه بحس بالضيق في الطقس الحار الرطب؟ والله بنحس بالضيق. طب ليه؟ ليه بحس ان انا متضايق كده لما يكون الطقس فيه رطب؟ او الناس تقول ده فيه رطوبه النهارده عاليه، ده الرطوبه عاليه، ليه بحس بالضيق؟ اقول له بسبب زياده نسبه الرطوبه.
وده بيقلل من تبخر العرق بالجسم، وده بيقلل بالشعور بالبروده. يبقى يا مستر لو في رطوبه بعرق كتير، العرق بتاعي ما بيتبخرش، بيفضل موجود، فبحس ان انا متضايق، العرق مش عايز يتبخر، مش عايز يبعد، فبضطر ان انا يا اما لما اروح استنى لما اروح، يا اما كل شويه بالمنديل. صح كده؟ طيب يبقى ليه بشعر بالضيق في الطقس الحار الرطب؟ ليه بيحصل كده؟ اقول له والله بسبب ان نسبه الرطوبه زياده، وده هيقلل التبخر. صح كده؟ لما الرطوبه تبقى زياده، لما بخار الميه يبقى كتير، يقلل التبخر، عشان كده هتفضل عرقان. عشان كده اول ما تعرق والناس تلاقي العرق كتير، تلاقي الناس بتقول ايه؟ ده في رطوبه كبيره في الجو. رطوبه ازاي يعني؟ يعني بخار الميه زياده قوي في الجو، فده بيعمل ايه؟ بيقلل معدل التبخر، فالعرق بيفضل زي ما هو ما بيتبخرش. بتعرفنا احنا بقى. طيب نيجي يا مستر بعد كده لعلم الميه او علم الهيدرولوجيا. علم الميه او علم الهيدرولوجيا. ايه علم الهيدرولوجيا؟ قال لي هو تحول الميه من حاله لاخرى مثل التبخر والتكثف والتجمد والانصهار، وهي عمليات اساسيه في دوره الميه في الطبيعه اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت. خدنا ان الميه بتتبخر من البحر. ده ازاي الامطار بتتكون؟ الميه بتتبخر من البحر، والتبخر ده بيطلع للسحاب، بيحصل له تكثف، الميه دي بترجع لتكثف تاني، وبعد كده يحصل هطول ان الامطار تنزل، وبعد كده يحصل جريان سطحي او ما يحصلش. يبقى دورة الميه بتأثر بصورة مباشرة على الكثير من عوامل الطقس. طيب عارفين طبعا القهوة الفورية اللي هي سريعة الذوبان. احنا عندنا نوعين من القهوة، القهوة العادية وقهوة سريعة الذوبان. القهوة اللي هي بتدوب بسرعة. القهوة الفورية دي يا مستر اتسمت فورية لأنها عندها سرعة في الذوبان في الماء مقارنة بالقهوة العادية، واحنا عارفين ان القهوة العادية أصلا ما بتدوبش في الماء، بتترسب تحت كده. إنما القهوة الفورية دي بتحصل لها ايه؟ بتدوب بسرعة. طيب أعملها ازاي أو بتتعمل ازاي؟ قال لي أول حاجة بنجيب شراب القهوة ده، مش شراب يعني الشرب بتاع القهوة المركزة، ونعرضها لهواء جاف شديد الحراره حوالي 250 سيليزيوس. يبقى انا بجيب القهوه واعرضها لهواء جاف وشديد الحراره، درجه حرارته 250. يبقى بعرض القهوه دي لدرجه حراره 250، وده يؤدي لزياده مساحه السطح. يبقى يا مستر احنا بنجيب قهوه نعرضها لهواء جاف شديد الحراره اللي هي 250 سيليزيوس، وده بيؤدي لزيادة مساحة أسطح كرة الرذاذ المعرضة للهواء، بيزود مساحة السطح. لما يزود مساحة السطح للهواء الساخن ده بيزود معدل التبخر. يبقى لما ازود مساحة سطح القهوة يحصل ايه؟ يزيد معدل التبخر. لما يزيد معدل التبخر يحصل تكوين لبلورات القهوة الفورية الصلب اللي هي دي. يبقى القهوة دي بتتصنع ازاي؟ أول حاجة القهوة الفورية بتتصنع ازاي؟ هي ليه أصلا اسمها فورية؟ لأنها بتدوب في الماء بسرعة. طيب بتتصنع ازاي؟ والله احنا بنجيب القهوة المركزة دي نعرضها لهواء جاف وشديد الحرارة حوالي 250 سيليزيوس، وده بيزود مساحة السطح، وطالما زودت مساحة السطح التبخر يزيد، فتتجمع الكرات الصلبة دي بتاعت القهوة الفورية، ولما تتجمع تبقى قهوة فورية وتدوب في الماء ايه؟ بسرعة. طيب تعالى يا مستر بعد ما خلصنا كده الدرس نراجع على اهم الحاجات. احنا اتفقنا يا مستر ان لو التلج عايز يسيح لازم يكتسب طاقه حراريه. من الاخر يعني يكتسب يعني يتسخن. الطاقه الحراريه دي بتخش تعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان الماده الصلبه لازقه في بعضها بتهتز في موضعها. طب ايه اللي بيحصل؟ قال لي والله يا مستر بيحصل ان درجه الحراره دي بتخش تضعف قوه التجاذب وتزود الحركه، فيبتدي جسيمات التلج تبعد عن بعضها لغايه ما تبقى ميه، ودي بنسميها اول ما التلج يبتدي يدوب يبقى كده التلج دخل في درجه الانصهار. حلو. بعد كده قال الحراره بتفضل ثابته لغايه ما تضعف قوه الترابط خالص، لغايه ما التلج كله يبقى ميه. بعد كده الميه يحصل لها ايه؟ الميه يحصل لها ان درجه حرارتها لو انا فضلت اسخن تقعد تكتسب حراره، فالحركه تزيد والجسيمات او قوه التجاذب تضعف، وهكذا لغايه ما نوصل لان الميه بدات تتبخر، دخلت في درجه الغليان. تبتدي الميه درجه الحراره تثبت، الحراره اللي احنا بنمتصها او الميه بتمتصها عشان تضعف قوه الترابط، لغايه ما الميه تتبخر خالص تبقى غاز.
خلاص كده ده اللي احنا قلناه. وقلنا يا مستر ان احنا عندنا حاجات بتزود معدل التبخر. ايه الفرق بين التبخر والغليان؟ التبخر يا مستر بيبقى للطبقه السطحيه بتاعت الميه بس، انما الغليان ان الميه كلها بتغلي فبتتبخر. يعني عايز تجرب الكلام ده؟ هات الشاي وحط البراد على النار، وبعد شويه تعالى بص على الميه وهي بتتحرك. هتلاقي اللي بيحصل ان الميه لما امتصت طاقه حراريه سرعتها زادت، فهتلاقي الميه في البراد بتتحرك بسرعه وبتبتدي تطلع فقاعات هوائيه او غاز او بخار ميه اللي هو بيخرج، وده بيحصل بسبب عمليه الغليان، ان الميه دخلت في درجه الغليان. لو سبت الميه فتره الميه كلها هتتبخر، هترجع مش هتلاقيها، هيحصل لان الميه دخلت في مرحله الغليان. طب التبخر هو الطبقه السطحيه بس من الماده، هي دي اللي بتتبخر. طب يا مستر لما الميه بتتبخر كده ايه اللي بيحصل؟ قال لي والله الميه الجزء السطحي ده بيتحول لبخار. طيب عايز ازود معدل التبخر، ارفع درجه الحراره. طب ايه كمان؟ اعمل ايه؟ ازود مساحه السطح، اخلي مساحه السطح كبيره عشان تبخر جزء اكبر. طيب اعمل ايه تاني؟ ازود سرعه الهواء. طيب ايه اللي ممكن يقلل معدل التبخر؟ هي نسبه الرطوبه، وقلنا ان نسبه الرطوبه لو زادت هتقلل التبخر، فالناس لما تعرق العرق مش هيتبخر، هيفضل زي ما هو. طيب اتفقنا يا مستر ان تحولات الماده هي عمليات انعكاسيه، واتفقنا ان الانصهار عكس التجمد. الانصهار هو تحول الماده الصلبه لسائله، والتجمد من سائله لصلبه. طب التبخر عكس التكثف. التبخر هو تحول الماده الغازيه السائله الغازيه، والتكثف الغازيه لسائله، العكس، عمليات انعكاسيه. طب انا عندي التسامي. التسامي ده ان الصلب يبقى غاز من غير ما يعدي على السائل، ودي بتحصل في التلج الجاف. طب التساقط هو ان الغاز يبقى صلب، وده بيحصل في تكون الصقيع من غير ما يعدي على سائل. طيب نيجي يا مستر بعد كده للعوامل المؤثره في معدل التبخر. زي ما قلنا درجه الحراره ومساحه السطح وسرعه التيارات الهوائيه. طبعا اللي بيقلل معدل التبخر هي زياده نسبه الرطوبه. المتغيرات دي مهمه لان هتلاقيها موجوده في معظم المعادلات او في معظم التجارب، هيجي يسالك عليها. هيجي يسال ايه هو المتغير الضابط في التجربه دي، ايه هو المتغير المستقل في التجربه، وايه هو المتغير التابع. المتغير الضابط هو المتغير اللي ما بيتغيرش، الحاجه اللي انا ما اقدرش اغيرها، زي مثلا كميه الطاقه اللي بتيجي من الشمس، دي ما حدش يقدر يغيرها لان ده متغير ضابط. المستقل بقى حاجه بتتغير طول التجربه، حاجه عماله اجرب. التابع بيتغير لتغير المستقل. طيب ليه الملابس بتجف في النهار اسرع من الليل؟ بسبب زياده درجه الحراره. لما بزود درجه الحراره معدل التبخر بيزيد. الشعور بالضيق في الطقس الحار، زي ما قلنا ان زياده نسبه الرطوبه بتقلل تبخر العرق، فالانسان بيفضل عرقان والعرق ما بيتبخرش فبيحس بالضيق. واخر حاجه معانا اللي هو الهيدرولوجيا وطريقه صنع القهوه الفوريه. روح جربها. هو قهوه بنعرضها لبخار جاف وشديد الحراره 250 سيليزيوس. البخار ده يا مستر بيزود مساحه سطح القهوه، لما بيزود مساحه سطح القهوه بيزود التبخر، اللي هو الهواء السخن ده بيزود التبخر. والتبخر بيحصل ايه؟ قال لي والله بيتكون بلورات قهوه فوريه صلبه بتدوب في الميه ايه؟ بسرعه. تعال نبص كده على المسائل ونحل كده ونشوف. درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة هي درجة الانصهار أو الانصهار. النقطة التي تثبت عندها درجة الحرارة المادة أثناء تحولها من صلبة لسائلة هي نقطة الانصهار أو درجة الانصهار. درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من سائلة لغازية، من سائل لغاز يبقى تبخر. درجة الحرارة التي تتغلب عندها جميع جسيمات السائل على قوى التجاذب بينها وتتحول إلى غاز يبقى دي الغليان، لأن جميع جزيئات السائل. ضغط الهواء الجوي عند مستوى سطح البحر اسمه الضغط الجوي المعتاد. قلنا كل ما بننزل لتحت بيزيد، وكل ما بطلع لفوق الجبل بيقل، ولما بيزيد درجة الغليان بتاعت المية بتزيد، ولما بيقل درجة الغليان بتاعت المية بتقل. قلنا بيقل قد إيه؟ كل ما بطلع 300 متر يقل درجة واحدة. تحول المادة من حالة صلبة إلى غازية على طول يبقى ده تسامي.
من غازيه لصلبه على طول يبقى ده تساقط. ثاني اكسيد الكربون الصلب وده اسمه التلج الجاف. تلج جاف، تلج او ثاني اكسيد كربون صلب فبيبقى اسمه تلج ايه؟ جاف. اكتب ما تعبر عنه كل عباره. عند الضغط الجوي المعتاد بتاعنا تكون درجه انصهار التلج 0 بينما درجه غليان الميه 100. طيب درجه الحراره التي يبدا عندها لسه بيبدا التلج الميه يبقى اسمها درجه انصهار او نقطه انصهار. طيب بينما درجه الحراره اللي بيبدا عندها تحول الماء في كل اجزائه الى بخار ماء، الميه بتبقى بخار، يبقى اسمها درجه الغليان لانها بيبدا. ما ينفعش هنا اقول تبخر لان لسه بيبدا. عند الانصهار بتضعف قوه الترابط او قوه التجاذب. قوه التجاذب ما بين الماده بتضعف. وايه اللي بيزيد؟ تزيد سرعه الجسيمات. من العوامل المؤثره على درجتي الانصهار والغليان حاجتين: درجه نقاء الماده والضغط الجوي. قلنا درجه نقاء الماده لو فيها شوائب تزود درجه الغليان وتقلل التجمد. طيب الضغط الجوي لما بيزيد الضغط الجوي تزيد درجه الغليان، لما بيقل الضغط الجوي على ارتفاعات تقل درجه الغليان. عند انخفاض الضغط الجوي لما الضغط الجوي يقل تحصل درجه الغليان؟ تقل درجه الغليان، درجه غليان السوائل، وتزيد درجه تجمدها. عند إذابة 342 جرام من الجلوكوز في لتر ميه تصبح درجتي الغليان وتجمد المحلول اللي بيحصل لدرجه الغليان درجه الغليان اعلى ودرجه التجمد تقل، يبقى اقل من الصفر. عند نقطه الانصهار تكون الماده عند نقطه الانصهار، يعني النقطه اللي بيبدا فيها تحول الثلج لميه. الثلج ايه؟ صلبه، والميه سائل، يبقى صلبه وسائل. طيب فقدان الطاقه الحراريه، وفقدان خلي بالك فقدان يعني تبريد. هو تقريبا عنده مشاكل مع النقط. ماشي، فقدان يعني تبريد. يبقى فقدان الطاقة الحرارية ده مصاحب لعمليتين. عملية ايه وايه؟ الفقدان تكثف وتجمد، ده فقدان. اكتساب الطاقة انصهار وتبخر. عملية التبخر عكس عملية التكثف، والتسامي عكس التساقط. فقدان جزيئات بخار المياه في الهواء للطاقة الحرارية ده بيؤدي إلى تكثفه في صورة قطرات ندى أو ضباب. يبقى البخار ده بيبقى طاقة حرارية، بيبقى مية أو قطرات ندى أو ضباب. تحدث عملية نقط لجزيئات سطح السائل فقط. السطح بس يبقى تبخر. حبيبي لا مش ممكن، مش مشكلة. بينما تحدث عملية نقط في جميع أجزاء السائل يبقى غليان. أنا اتعقدت دلوقتي، يا ناقصاك أنت كمان. عند درجة الغليان تتغلب جزيئات المادة. يبقى لما بزود أو عند درجة الغليان جزيئات المادة نقط بتتغلب على قوة إيه؟ جزيئات المادة السائلة بتتغلب على قوة التجاذب ما بينهم. طبعا التجاذب في السائلة غير في الصلبة خالص. عملية التبخر تستغرق فترة زمنية قصيرة نسبيا، بينما عملية الغليان تستغرق فترة زمنية كبيرة نسبيا. يزداد معدل التبخر. بيزيد امتى؟ لما بزود درجة الحرارة أو سرعة التيارات الهوائية أو لما بزود مساحة السطح. وبيقل امتى؟ بيقل يا مستر لما بزود نسبة الرطوبة. أول ما أزود نسبة الرطوبة يقل يقل معدل التبخر. القهوة العادية لا تذوب في الماء، أما الفورية سريعة الذوبان في الماء. يبقى العادية دايما لو حد عمل لك قهوة أو أنت بتعمل قهوة، بطل قعدة على قهوة يعني، بيعمل إيه؟ بنلاقي يا مستر إن القهوة اترسبت تحت كده في الكوباية. إنما في القهوة سريعة الذوبان زي الحاجات اللي إحنا بنشتريها دي يا مستر بتحصل لها إيه؟ دي سريعة الذوبان في الماء، عشان كده أول ما أفضي الكيس وأقلب تدوب على طول. ده علامة صح أو غلط. يغلي الماء النقي عند صفر، طبعا غلط، لأن الماء النقي بيغلي عند 100. التلج ينصهر عند صفر. عند غليان الماء تزداد قوة التجاذب بين الجسيمات وتقل المسافات البينية. لما بغلي المية قوة التجاذب بتزيد، طبعا غلط.
لان انا لما بغلي اصلا بحرك الجسيمات اكتر، فلا يمكن قوه التجاذب تزيد. تتغير حاله الماده من حاله لحاله اخرى باكتساب طاقه حراريه، طبعا صح. اثناء عمليه الانصهار والغليان تظل درجه الحراره ثابته. تمام، صح. درجه انصهار الشمع تتساوى مع درجه انصهار ملح الطعام، طبعا غلط، كل واحد ليه درجه انصهار. تنخفض درجه الحراره بمقدار واحد كلما ارتفعنا 10، لا كلما ارتفعنا 300، يبقى غلط. يقل زمن الطهي في القدر الكاتم مقارنة بالطهي في القدر المعتاد، طبعا. كل مادة نقية لها درجة غليان مميزة ودرجة برضه انصهار ايه؟ مميزة. يتوقف مقدار الانخفاض في درجة تجمد المحاليل على تركيزها. يتوقف مقدار الانخفاض في درجة التجمد على تركيزاتها، صح. يتجمد الماء في المناطق القطبية نتيجة اكتسابه طاقة حرارية. يتجمد الماء في المناطق القطبية نتيجة اكتسابه طاقة حرارية، طبعا غلط. الثلج الجاف هو النيتروجين، طبعا غلط، هو ثاني أكسيد الكربون. معدل التبخر بيزيد لما بزود سرعة التيارات، أيوة. زيادة نسبة الرطوبة بتزود التبخر، طبعا غلط، دي الوحيدة اللي بتقلل الايه؟ معدل التبخر، ركز معايا يا بطل. تؤثر دورة الماء في الطبيعة بصورة مباشرة على الكثير من عوامل الطقس. دورة المياه بتأثر على الكثير من عوامل الطقس، طبعا. طيب، اختر. تزداد سرعة الجسيمات المكونة للمادة عند حدوث. سرعة الجسيمات بتزيد لما بسخن. أسخن فين أنا؟ هل بسخن في التكثف والتبخر؟ طبعا لا. طب بسخن في التكثف والتجمد، ده دول الاتنين ببرد. في التبخر والانصهار أنا بسخن فعلا في التبخر عشان أحول السائل لغاز، وبسخن في الانصهار عشان أحول الصلب لسائل. عند غليان حجم معين من الماء ينتج حجم أكبر من البخار. لما بغلي حجم معين من المية بينتج حجم أكبر من البخار. وذلك ليه لما بغلي حجم معين من المية بينتج البخار بيبقى كتير. اللي بيحصل قال لي بسبب تباعد الجزيئات عن بعضها في الغاز، عشان كده بحس ان البخار اللي بيطلع كتير. هو مش كتير، هو زود المسافات البينية فالجسيمات بعدت. ماذا يحدث لجسيمات المادة الصلبة عند انصهارها؟ جسيمات المادة الصلبة لما تنصهر بيحصل لها ايه؟ قال لي تتحرر من مواضعها الثابتة. هي مش هتتوقف على الاهتزاز، ولا هتهتز في موضعها، ولا هتتحرك بحرية تامة لأن دي غازية. هي هتبتدي تتحرر من مواضعها، تبعد. الشكل البياني المقابل يعبر عن تسخين مادة صلبة. ما الزمن الذي تتحول عنده المادة بالكامل إلى الحالة السائلة؟ إلى الحالة السائلة المادة بالكامل هتتحول عند الدي. تمام كده؟ طيب تعال نحل دي. مادة إكس تتحول إلى الحالة إيه؟ من الحالة إيه إلى الحالة بي. طبعا الحالة إيه دي غاز سائلة، والحالة بي دي إيه؟ صلب. كما بالشكل المقابل. أي الأشكال البيانية التالية يعبر عن درجة حرارة المادة بمرور الزمن. هو هنا كانت سائلة بقت صلبة، يبقى درجة الحرارة يا مستر قلت وبعد كده ثبتت اللي هي ب. الشكل البياني المقابل يوضح التغيرات الحادثة في درجة حرارة دورة به قطعة من الثلج خلال 20 دقيقة، أي مما يلي يعد صحيحا. أهو يا مستر، في الثلج كان درجة حرارته صفر، فضل صفر، وبعد كده درجة الحرارة زادت، وبعد كده فضل إيه؟ ثابت. هو عايز التغيرات الحادثة في درجة حرارة دورة به قطعة من الثلج خلال 20 دقيقة. إيه الاختيارات؟ الفترات اللي اكتسبت فيها المادة حرارة. الفترات التي حدث فيها تحول في حالة المادة. يعني يا مستر من بي لسي دي اكتسبت المادة فيها فعلا حرارة. طب اللي حصل فيها تحول من A ل B ما حصلش أي تحول. طيب من B ل C حصل تحول طب هي زادت حرارة من فين؟ هي زادت حرارة فعلا من B ل C. من B ل C زادت الحرارة، صح كده؟ الحرارة اهي كانت صفر زادت. وبعد كده حصل تحول المادة من A ل B، بدأت المادة تنصهر وبعد كده انصهرت على الآخر، يبقى أول اختيار ده. المادة الصلبة التي درجة انصهارها 1500 تتحول إلى الحالة السائلة عند الأعلى من 1000. الصلبة درجة انصهارها 1500 تتحول إلى الحالة السائلة عند، يبقى عند 1500 تبدأ تتحول.
طب تتحول الى الحاله السائله عند كام؟ عند 2000 سيليزيوس. وبكده يا شباب نكون خلصنا الحمد لله الدرس الثاني. درس سهل وبسيط والله، الوحده كلها سهله. تستغل بقى الفرصه، روح اتفرج على الدرس الاول، اتفرج على الكورس التاسيسي الاول، بعد كده اتفرج على الدرس الاول، تعال اتفرج على الدرس الثاني. انا مش طالب منك اي حاجه غير اشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد، وان شاء الله هنكمل مع بعض المنهج. طول ما انت ملتزم ما تراكمش عليك حاجه، عشان ربنا يوفقك. وسلام.